كل حد عنده ابتلاء، الابتلاء ده صعب جدًا ويأس منه. كل حد عنده حلم، الحلم ده مستحيل يتحقق. مريض السرطان اللي لف عند كل الدكاترة وقالوا له دي مرحلة رابعة، خلاص انتهينا، قُضي الأمر. اللي عنده ابن عنده ابتلاء مدمن وخلاص كل ما يرجع تاني يتعافى يرجع ويأس. كل حد عنده حاجة يائس منها، فالحلقة دي ليك. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام واسمعوا القصة دي كويس قوي، وهتعرفوا إن بعد القصة دي مفيش يأس أبدا أبدا طول ما ربنا سبحانه وتعالى معانا. سيدنا زكريا عليه السلام كان متزوج من امرأة اسمها إيشاع. زكريا عليه السلام رجل عجوز مسن، وامرأته أيضا امرأة مسنة، يعني ما ينفعش تخلف. مش بس كده، دي كانت عاقر. كانت ليها أخت اسمها حناء أو حنة. كانت متزوجة من رجل اسمه عمران. عمران ده راجل كده شنة ورنة في قومه، يعني كبير قومه. حملت أختها حناء ونظرت ما في بطنها لخدمة الله سبحانه وتعالى، لخدمة بيت الله. هي قالت إن الولد اللي بطنها ده لخدمة ربنا، ويشاء السميع القدير إنها تلد أنثى واسمها مريم. فخلفت حناء مريم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شاء إن أبوها عمران يموت. في الوقت ده الكل عايز يكفل مريم، يكفلها يعني يتكفل هو برعايتها، ابنة عمران. فكانوا بيقترعوا قرعة، يعني عملوا قرعة مع بعضهم كده، يعني كل واحد القرعة دي إن هم هيمسكوا أقلام زي حاجة زي أقلام كده يعني، ويرموها في النهر، والقلم اللي هيكترفوا النهر خلاص بره القرعة. مين بقى القلم بتاعه كسب وفاز بمريم أو بكفالة مريم؟ زكريا عليه السلام، اللي احنا قلنا عليه إن هو مش بيخلف. كل الأسباب بتقول إن خلاص يا زكريا مش هينفع تخلف. رجل عجوز شعره امتلأ الشيب أو ملأه الشيب، امرأته عاقر خلاص. ويقال إنها كانت دايما كل ما يرزقها الله بولد تسقط، يرزقها الله بولد تسقط، فمن كتر السقاطة أصبحت عاقر، مفيش خلاص مش هتخلف. فخدها زكريا كان دايما يدعي ربنا سبحانه وتعالى، يقول له يا رب، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يا رب ما تسيبنيش لوحدي. وفضل يدعي كتير جدا وما كانش بييأس، رغم ان كل الظروف بتقول لا ما ينفعش، بما ان اذن ما ينفعش. فخصص لمريم محراب عشان تتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، وكان متكفل بيها بأكلها وشربها وكل حاجة تخص مريم. وفي مرة دخل عليها المحراب، كل ما يدخل يلاقي خيرات الله. من أن لك هذا؟ ايه يا مريم، انا ما جبتلكيش كل ده، ده كله منين؟ كانتش تتكلم وتقول له هو من عند الله، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي مرة دخل عليها لقى فاكهة الصيف موجودة في عز الشتاء، فسألها يا مريم من أن لك هذا؟ منين ده يا مريم؟ كانت بتقول هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، اتجدد الأمل اللي كان انقطع عند زكريا، اتجدد الأمل إن هو نفسه يخلف على الرغم من راجل مسن. فراح يتعبد ويصلي، يا رب إني وهن العظم مني، يا رب أنا عظمي خلاص وهن يعني ضعف، أنا راجل عجوز، واشتعل الرأس شيبا، وشعر يا رب خلاص من العجز بقى كله أبيض، ولم أكن ربي بدعائك شقيا، وهفضل أدعي لك يا رب. هنا جاله وحي من ربنا سبحانه وتعالى، ملاك بيقول له إن ربنا يا زكريا استجاب لك وهيرزقك بغلام اسمه يحيى. يقال ليه اسمه يحيى ان امرأة زكريا كانت كل ما تحمل في ولد يموت، قلنا من كتر السقاطة بقت عاقر. فربنا قال له يعني انت هتسميه يحيى، ومحدش في الوقت ده كان اسمه الاسم ده خالص، ويحيى ان هو ان شاء الله الغلام ده هيبقى عايش مش هيموت، يعني بيطمنه. فزكريا فرح جدا، بس سأل ربنا يا رب يعني ازاي اخلف، ازاي يا رب انا اخلف وانا رجل عجوز
العمر عدى بيا وامرأتي عاقر مش هتنجب. ربنا رد قال له هو عليا هين. سهل قوي ده عليا يا زكريا، انت بتقول ايه؟ هو عليا هين، انا خلقتك من عدم، اللي انت بتطلبه ده سهل قوي عليا، مش حاجة صعبة. والسؤال هنا بقى، طب لما يا مروة الموضوع ده مش حاجة صعبة، امال ليه ربنا سبحانه وتعالى مش بيستجيب لنا؟ نقعد ندعي ندعي مش بيستجيب فبنزهق او بنيأس. الإجابة إن ربنا بيستجيب في الوقت المناسب ليك. يعني ممكن الاستجابة في الوقت ده تبقى ضرر ليك، ممكن الدعوة اللي انت عايزها دي تبقى ضرر ليك، الأمنية دي تضرك، هينفذها لك في الوقت اللي يفرحك، أو ممكن يستبدلها بحاجة تانية تبقى خير ليك. الدعاء في كل الحالات محدش كسبان منه غيرك، إما إنه بيتشال سيئة منك ويتحط لك حسنة، أو يتبني لك بيه قصر في الجنة، أو يتنفذ لك، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحاجة تانية أفضل ويرضيك بيها. فضفضوا فضفضوا مع ربنا سبحانه وتعالى، احكوا له كل حاجة، كل المستحيل احكي له بيه. قول له يا رب أنا ما بقتش قادر استحمل المرض، أنا تعبان يا رب، جسمي مش قادر يستحمل ألم المرض ده. وما تيأسي من دعوة ربنا أبدا. زكريا عليه السلام ما يأسي من دعوة ربنا، ما قالش يا رب بس انا خلاص انا كبرت هخلف ازاي. لا، ده حتى لما كان بيفضفض مع ربنا وقال له ازاي يا رب، ربنا قال له ايه؟ هو عليا هين، كل امانينا على ربنا هينه. ادعوا. في علم النفس اول طريق العلاج حاجه اسمها هيلوسيندك، اسمها الفضفضه، ان انتوا تفضفضوا مع الطبيب بتاعكم. ما بالك بقى لما تفضفض مع ربنا، لما تمر بحاجه توجعك جدا تلاقي نفسك مش قادر تكمل، موجوع، رجعت من عند الدكتور وكل السبل والحاجات متقفله في وشك، روح اتوضى سجدت الصلاه وقول له يا رب كل حاجه اتقفلت في وشي، وافتكر هو عليا هين. يا رب اللي انا حاسس بيه ده هين عليك قوي، انك تشيل المرض ده من جسمي هين عليك. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبقى اصلا مبتليك بيه عشان يخفف ذنوبك، عشان لما ياخدك خفيف كده، ياخدك من غير ذنوب، ياخدك من غير ما تتحاسب وتتعاقب. يا رب انا في المشكله دي، وفلان الفلاني او فلانه الفلانيه يا رب كذبت وحلفت بالله كذب واتخبست وقالت حاجات يا رب انا مش عايزه ارد اذيه باذيه عشان ما ابقاش ظالم، انا عايز يا رب افضل مظلوم مش ظالم، بس موجوع يا رب، موجوع شيل عني. بيسمعك والله العظيم بيسمعك، وما بتقومش شايل سجادة صلاتك ودموعك عليها إلا وربنا مستجيب. طب بيأخر الإجابة ليه؟ والله لصالحك، والله لصالحك. وعن تجربة، أنا عمري ما حسيت بحاجة وجعتني ولا ضايقتني ورحت حكيت لربنا إلا وربنا قلب الموازين. بالتالي ما بقتش بقول هو ربنا ليه مش هيعمل كذا دلوقتي، أنا عارفة إنه شايل الخير. فالأهم من الدعاء اليقين. زكريا كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى وهو على يقين بالإجابة، ما قالش أنا خلاص مش هينفع أخلف، ما قالش مرأتي عاقر وملهاش تخلف، ما قالش أنا هروح بقى أتجوز واحدة تانية أصلا، ما قالش. ولما دعا ربنا دعاه باسمه الوهاب. الوهاب، الوهاب ده اللي بيدي بدون استحقاق. يعني انا ممكن اقول لحد حاجه انا عملت كذا كذا وعايزه كذا، انا بطلب وانا مستحقه ده، انما هو بيطلب وهو عارف انه مستحق مش مستحق. احنا كلنا ما نستحقش على فكره، ما نستحقش رحمه ربنا، ما نستحقش جمال ربنا معانا ولا حب ربنا الكبير لينا. فلما ندعي ربنا قول له يا وهاب، يا وهاب انا موجوع من كذا كذا كذا، يا رب فلان ده اذاني ووجعني وانا الوجع عمال يفتت في ضلوعي، مش قادر يا رب استحمل، شيل عني، هات لي حق يا رب وطبطب على قلبي وراضيني. خلي عندك يقين في الإجابة. الحلقة دي كانت لكل حد حاسس بمستحيل وحاجة ما ينفعش تتحقق، فأنا بقول لك لأ، مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها مستحيل طول ما انت عارف تتوضى وتصلي. هو عليا هين. دمتم بخير.